السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا. إن شاء الله هنتكلم في الحلقة النهاردة عن موسم ميلان الرائع حتى الآن، وتكتيك المدرب الرائع بيولي، وإيه طموحات ميلان إن شاء الله هذا الموسم وأيضا الموسم القادم. طبعا ميلان عنده مباراة قوية جدا في الدوري يوم الأربعاء إن شاء الله أمام لاتسيو. لو ناخد آخر مباراة لميلان اللي اتلعبت امبارح وفاز على ساسولو 2-1 ونطبق عليها الكلام اللي عاوزين نقوله. ميلان بدأ المباراة بطريقة اللعب 4-2-3-1، دايما بيبدأ بهذه الطريقة ستيفانو بيولي. دوناروما في حراسة المرمى، كالولو، رومانيولي، هرنانديز، كالابريا رباعي الدفاع، تونالي، كيسي ثنائي في خط المنتصف، وفي الأمام ساليميكارز، إبراهيم دياز، تشانالوجلو، ومهاجم وحيد رافائيل لياو. طبعا ميلان الموسم ده عنده مفاتيح لعب كبيرة جدا مخليه حتى الآن في صدارة الدوري الإيطالي الكالتشيو. أهم مفتاح لعب عند ميلان هو الباك الشمال الرائع سيو هرنانديز، اللي بعتبره واحد من أفضل باكات الشمال في العالم إن لم يكن أفضلها مع روبرتسون. لو نشوف الخريطة الحرارية للاعب، ممتاز جدا في الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. لعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم 12 مباراة، مسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف، ومن مفاتيح اللعب الرئيسية لميلان في الجانب الهجومي. طبعا رومانيولي أيضا واحد من أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، قائد لدفاع ميلان بالمعنى الكامل للكلمة. كالابريا كان الموسم اللي فات خاصة مع البدايات كان كله بيقول اللي هو ما يستحقش التواجد في ميلان، لكن كالابريا مع انتهاء الموسم السابق من اول مثلا التلت الاخير من الموسم وبدايه هذا الموسم الى حتى الان، لا كالابريا مدافع ايمن رائع جدا جدا في الدوري الايطالي بصفه عامه. طبعا ميلان ابرم العديد من الصفقات، جاب تونالي من طبعا بريتشيا، احد المواهب الايطاليه الصاعده، وفعلا هذا اللاعب بيمتاز بالكثير من المميزات وهيفيد ميلان خاصه مع التواجد والتنافس القوي مع فرانك كيسيه، وان شاء الله اسماعيل بن ناصر اللاعب الجزائري اللي لسه هنتكلم عليه العائد ان شاء الله من الاصابه في اسرع فرصه. طبعا عندنا الثلاثي الامامي تشانالوجلو، ابراهيم دياز، سالاميكارز. طبعا ابراهيم دياز اعاره من ريال مدريد، هنيئا ب ميلان بهذا اللاعب. لاعب كل ما بينزل اي دقيقه بياخدها داخل ارض الملعب بيثبت فعلا ان هو يستحق التواجد بشكل اساسي مع الميلان. سالاميكارز جيد دفاعيا ولكن في المستوى الهجومي مش افضل حاجه، وتلاقي علشان كده اهدافه قليله جدا. سالاميكارز اللاعب البلجيكي مسجل هدفين فقط في 12 مباراة وما صنعش أي هدف، ولكن هو مهم جدا في خطة ستيفانو بيولي الدفاعية. تشانالوجلو بيلعب ساعات صانع ألعاب، وفي غياب ريبيتش بيدخل دياز هو في مركز صانع ألعاب، وتشانالوجلو بيروح ناحية الشمال. برضه ممتاز جدا، ولكن برضه يعني تشانالوجلو بيتميز بالتسديد، فالموسم ده مش بنشوف منه قوي تسديدات، وعلشان كده احصائياته مش افضل حاجه. مصنع 4 اهداف ولكن ما سجلش اي هدف حتى الان في تاتشو. رافائيل لياو ممتاز جدا، لاعب جوكر بيلعب في كل الاماكن في المرحله الهجوميه، خاصه المهاجم الصريح والمهاجم الايسر. لو نشوف دكه ميلان، دكة برضو محترمة. عندك في الدكة دييجو دالوت طبعا الإعارة من مانشستر يونايتد، وعندك أيضا ينس هاوج اللاعب الرائع جدا الشاب، وعندك أيضا كاستيخو برضو لاعب بديل رائع، وإسماعيل بن ناصر، إبراهيموفيتش، أهم اتنين في قصة ميلان وصعود ميلان هذا الموسم إلى القمة. إبراهيموفيتش اللي مع بداية ستيفانو بيولي ما كانش أفضل حاجة الموسم السابق، ولكن من منتصف الموسم السابق ابراهيموفيتش فعلا بيثبت ان السن مجرد رقم، وفي هذا السن وفي هذا العمر بيأدي هذا المستوى مع ميلان في اقوى دوري من حيث الالتحامات ومن حيث اللياقه البدنيه الكالتشيو الدوري الايطالي. فابراهيموفيتش بيأدي قصه رائعه جدا، بتبقى درس لكل اللعيبه ان مهما السن تقدم بيك عطائك وجهدك داخل الملعب هو السبيل الوحيد للتقدم والنجاح. ابراهيموفيتش منظومه كبيره جدا، مش هقول يعني فرد في منظومه، لا هو ذات نفسه منظومه كبيره جدا داخل منظومه ميلان الكبيره. لاعب رائع بيساعد في صناعه اللعب، ومفيش ماتش بيعديه الا بما
يسجل هدف ويصنع هدف. وكذلك لازم نتكلم اخيرا على اسماعيل بن ناصر، اللاعب الرائع جدا الجزائري، اللي بيثبت مباراة بعد مباراة ان هو احد افضل لاعبي ميلان هذا الموسم. وطبعا تعرض لاصابة في المباراة السابقة، وان شاء الله نتمنى عودته في اسرع وقت علشان يرجع تاني يعني يمتعنا داخل ارض الملعب بالوان البيج ميلان. طبعا اسماعيل بن ناصر لاعب رائع جدا، بيولي بيستخدمه قدام الاثنين المدافعين في قطع اللعب وكذلك بناء اللعب سواء على الاطراف لسلاميكرز او ريبيتش على الناحيه الثانيه او رافائيل لياو لما بيلعب كجناح. فاسماعيل بن ناصر واحد من افضل خطوط الوسط في الدوري الايطالي هذا الموسم. لو نروح لإحصائيات ميلان هذا الموسم في الكالتشيو، الهداف إبراهيموفيتش برصيد 10 أهداف، فرانك كيسي 4 أهداف، سيو هرنانديز 3 أهداف. في الأسيست تشانالوجلو 4 أهداف، سيو هرنانديز، رافائيل لياو كل واحد 3 أهداف. في الكروت الصفراء فرانك كيسي 5 كروت، سيو هرنانديز 4 كروت صفراء، وكاستيخو 3 كروت صفراء. اخيرا قبل ما نختم ونقول ملحوظه اخيره على الميلان في المركز الاول برصيد 31 نقطه بفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن انتر ميلان. منافسة شرسة جدا جدا على الدوري الإيطالي، ويأتي خلفهم اليوفي ب27 نقطة. الدوري الإيطالي مش هيخرج ما بين الميلان، انتر ميلان، يوفنتوس، ودي منافسة قوية جدا عاوزين نشوفها. آخر ملحوظة هقولها على ميلان هذا الموسم ايه اللي مطلوب منه؟ الميلان مطلوب منه الصعود الى التشامبيونز ليج هذا الموسم في احد المراكز الاربعه في الدوري الايطالي، وبالتالي الصعود للبطوله الموسم القادم. هل جماهير ميلان ممكن تقول لي يعني بعد هذا الدوري هيبقى طموحنا فقط هو الصعود للتشامبيونز ليج؟ هقول لكم من بدايه الموسم كان هدف ميلان الرائع جدا والفائق للتصور اللي هو يصعد للتشامبيونز ليج، لكن مع البداية الرائعة وتصدره مع ستيفانو بيولي هذا الموسم حتى الآن في المركز الأول، أتوقع إن ميلان لو ما قدرش ياخد اللقب، ودي وارد يعني، انتر ميلان ويوفنتوس برضه ما عندهمش سكواد قليل، عندهم مدربين وسكواد قوي جدا. وبالتالي ميلان إذا ما قدرش يحصد الكالشيو هذا الموسم، جماهير ميلان ما تزعلش، إن شاء الله يكون خطوة للمنافسة والحصول الموسم القادم. ولكن انتوا حتى الآن في المركز الأول قريبين إن شاء الله من اللقب، لأن أنا من عشاق ميلان، وبالتالي هدف التشامبيونز ليج يتحقق ان شاء الله، والمنافسه على الدوري ان شاء الله هتيجي سواء الموسم ده او الموسم القادم. وان شاء الله نتقابل على خير في الحلقات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.